أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام مقادير الآجال ومواقيت الأعمال، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا. والذي أوجدها وابتداها وخصها بالفضائل باقي ولا يزول ودائم ولا يخرج، وهو في جميع الأوقات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد. فسبحان من قلب عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الطاعات، ويصبر عليهم فواضل النعم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. لما انقضت الأشهر كرام الثلاثة المفضلة التي أولها الشهر الحرام وآخرها شهر الصيام، أقبلت الأشهر الثلاثة أشهر الحج إلى بيت الله. فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات. فالمؤمن يتقلب طول العمر بين هذه الأوقات. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الحديث عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عدنا موعظة ننتقل بها. قال: يا قيس إن مع العسر ذلا وإن مع الحياة موتا وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل شيء حسيبا وعلى كل شيء رقيبا وإن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا وأن لكل أجل كتاب وأنه لا بد يا قيس من قريب يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا يطاف إلا معه ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعل إلا صالحا، فإن كان صالحا لم تستأنس إلا به، وإن كان فاسدا لم تستوحش إلا منه وهو عمل. عباد الله، اتقوا ربكم واتبعوا هدي نبيكم ولا تتبعوا غير ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صلوا وسلموا على الهادي البشير النذير، حيث يأمركم ربكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يشكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.